أثناء وجد هناك حوار وصف بالحوار الاستراتيجي يدور الآن بين المغرب والولايات المتحدة. عادة هذه الحوارات تجري مع دول كبرى مثل الصين على سبيل المثال أو الاتحاد الأوروبي. في ظل ما يحدث في المنطقة الآن، ما أهمية هذا الحوار مع المغرب؟ وأهميته كبرى، لأن الولايات المتحدة تحاول أن توجد، وذلك بوصف وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون قبل قليل، أن تجعل من المغرب دولة كأنموذج يحتذى في المنطقة من حيث الأمن والاستقرار وتعزيز الأوضاع السياسية والاقتصادية لمواطنيه. هذا ما يريده الأمريكيون من المغرب، وأهمية هذا الحوار الاستراتيجي الذي بالمناسبة سينتهي في نهاية هذا اليوم بتوقيع مذكرة تفاهم بين البلدين متعلقة بهذا الحوار، بأنه يأتي في وقت نسائم الربيع العربي تهب فيه على دول مختلفة، والأمريكيون يرون أن المغرب قام بإصلاحات كافية لكي تمر هذه نسائم الربيع العربي بردا وسلاما عليه، وبأن حوار كهذا هو سوف يكون طوق النجاة للمغرب من التأثيرات أعمق أو أكثر عمقا في وجد يبدو يعني طالت الدول الأخرى. يبدو على بساط البحث عدة ملفات في 4 جلسات منفصلة. ما الذي سيبحث في هذا اللقاء؟ نعم، هو الحوار الاستراتيجي يتركز على 4 محاور: الأول سياسي، الثاني أمني، الثالث اقتصادي، المحور الرابع ثقافي وتعليمي. إذن هذا هو سيكون هذه ستكون الأسس التي سيبنى عليها هذا الحوار الاستراتيجي بين البلدين، وهو بالمناسبة في حال توقيع مذكرة التفاهم سوف تكون الأولى من نوعها للولايات المتحدة مع دولة في شمال أفريقيا.